شكرا لمهيرة. موقف محرج تعرض له الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أيرلندا، المحطة الأولى من جولته الأوروبية التي تستمر أسبوعا. سيارة الرئيس الأمريكي الملقبة بالوحش وهي من طراز كاديلاك تعطلت، فاضطر الرئيس إلى الترجل منها. السيارة تعطلت بينما كان الموكب الخاص بأوباما يغادر مقر السفارة الأمريكية وسط ذهول الجماهير الغفيرة التي كانت بانتظاره في الخارج، وما دفع بالمرافقين الأمنيين إلى تطويق المكان وإعادة إدخال السيارة المصفحة لفحص. حاشية حاشية استثنائية ترافق أوباما وزوجته ميشيل إلى أوروبا. فريق مكون من 500 مرافق على الأقل، بينهم مساعدون في البيت الأبيض ووفد من 6 أطباء وفريق من طهاة أوباما الشخصيين وأكثر من 200 وكيل سري. وعدا عن الفريق إجراءات أمنية مشددة أحيطت بأوباما من لحظة وطوء قدميه عتبة القارة العجوز، مرورا بالأيام الثلاثة التي سيحل خلالها ضيفا على قصر باكنغهام إلى آخر محطة في جولته الأوروبية. من أبرز الإجراءات طائرة لسلاح الجو الأمريكي من طراز ديكوي سترافق طائرة البوينغ التي ستقل أوباما. أما على الأرض فسيجول أوباما الطرق الأوروبية على متن سيارة الوحش من طراز كاديلاك المدعمة ب20 سنتيمترا من الصفائح الواقية، إضافة إلى 8 كاميرات ليلية وآليات لإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع وخط هاتفي مباشر مع البنتاغون. وسترافق الليموزين 20 سيارة على الأقل، إضافة إلى عشرات الدراجات النارية. أما أوباما فسيرافقه ضابط عسكري يحمل حقيبة تحوي رموزا لإطلاق صواريخ نووية أمريكية. وقد اشترط الفريق الأمني مقابل إقامة أوباما في قصر باكنغهام تركيب زجاج مزدوج مقاوم للقنابل في 760 من نوافذ القصر، ناهيك بتجهيز الطابق السفلي منه بغرفة عمليات بها أسرة عسكرية وأجهزة اتصالات خاصة وعيادة مصغرة مجهزة بآلات طبية وإمدادات دم لأوباما في حالة الطوارئ. كما طلب الفريق الأمني باستبعاد بعض موظفي الملكة إليزابيث من غرفهم بالقصر لاستيعاب عدد أكبر من مساعدي أوباما، إضافة إلى تقليم أشجار في حديقة القصر لإفساح مجال الرؤية، وهو ما أثار غضب الملكة إليزابيث. سهام زموش، العربية.